معلمنا النهاردة موجود في قارة آسيا، مكان في قلب مدينة حديثة، لكن شكله يخليك تحس إنك في عالم خيالي. برج ضخم جدا، تصميمه غريب، كأنه جاي من المستقبل، بيلمع تحت الشمس. بالليل بيبقى أكتر روعة بسبب الأضواء الساحرة. والبرج ده كان أطول برج في المنطقة وقت بنائه، محاط بمولات وأسواق فخمة، وملايين السياح بيزوروا كل سنة. تصميمه مستوحى من الثقافة التقليدية والفن المعماري القديم مع لمسة حديثة. الغريب إنه مش بس منظر خارجي، المكان ده فيه جسور سماوية وممرات على ارتفاع رهيب تخليك تحس إنك على قمة العالم. وفي الداخل مكاتب حديثة، مول تجاري كبير، ومطاعم تطلع على المدينة بالكامل، ومساحات للمعارض والفعاليات. المكان ده أصبح رمز للتقدم والحداثة لأنه أصبح علامة مشهورة عالميا. سؤالنا، إيه هو المكان ده؟ بس قبل ما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. حل فزورة امبارح كان آيا صوفيا في اسطنبول بتركيا، وبالتحديد في منطقة السلطان أحمد بالجانب الأوروبي من المدينة. يلا بينا نشوف حضراتكم قلتوا إيه في التعليقات وإيه حلولكم، وبالمرة نشوف لوجو قنواتكم اللي انتوا المفروض توروها لأولادكم ولجيرانكم اللي بيساندوكم أو قرايبكم اللي بيساندوكم، عشان يعرفوا إن في ناس بتطلع على التعليقات وبتقراها وبأساميكم. يلا بينا. عندي قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى برنسيسة الدراما، قالت هو جامع آيا صوفيا في اسطنبول بتركيا والتي تقع بين آسيا وأوروبا. تأسس ككاتدرائية بيزنطية عام 537 ميلاديا، ويتميز بقبته العملاقة المعلقة التي تبدو كأنها معلقة في الهواء، وتحول إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلاديا، ثم متحف 1935، وأعيد مسجدا سنة 2020. مساء الفل والياسمين يا برنس، مساء السعادة والهنا ومساء العسل يوتيوبر لبنى. عندي قناة كروشيه ويوميات أم عبده، يوتيوبر أم عبده، قالت هو معلم تاريخي شهير في مدينة اسطنبول، بني سنة 537 ميلاديا في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول ككاتدرائية مسيحية، ثم تحول لمسجد بعد فتح القسطنطينية عام 1453 على يد محمد الفاتح. أصبح لاحقا متحفا عام 1935، ثم أعيد مسجدا عام 2020، ويعد من أشهر المعالم التاريخية في العالم بفضل قبته الضخمة وتصميمه العميق. تحياتي لأهل البيت الكبير، وتحيات أهل البيت الكبير ليك يا ست الكل. قناة نصائح عامة، يوتيوبر نصائح عامة ست الكل، قالت المبنى هو آيا صوفيا في اسطنبول في تركيا، وحولها السلطان محمد الفاتح إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية. تحياتي لحضرتك وأهل البيت الكبير، وكل سنة وأنتم طيبين، وأنت بصحة وسعادة وأسرتك طيبة يا رب العالمين. عندي قناة الكلام الجميل، يوتيوبر أحمد، قال مساء الخير يا برنس. مساء الفل يوتيوبر أحمد، قال هو مسجد آيا صوفيا في اسطنبول بتركيا، يقع في قلب مدينة اسطنبول، وتحديدا في منطقة السلطان أحمد بالقرب من مسجد السلطان أحمد الشهير بالمسجد الأقصى، المسجد الأزرق. إن شاء الله لازم المسجد الأقصى، المسجد الأزرق. تحياتي لك يا برنس ولأهل البيت الكبير، تحياتنا ليك يوتيوبر أحمد. عندي قناة يونس ترافلر، يوتيوبر يونس، قال مسجد آيا صوفيا في اسطنبول. عندي قناة حياة أنوسة، يوتيوبر أنوسة، قالت فعلا وهو كان في تركيا أو آسيا الصغرى، ده كان اسمها زمان، وهي في اسطنبول، وهي كانت أكبر كنيسة في العالم. آيا صوفيا ده اسمها ومعناها باليونانية الحكمة المقدسة، وهو مبنى جميل يجمع حضارتين المسيحية والإسلام، وهو يحمل معنى جميل إذ أنه يجمع بين تعاقب حضارات البيزنطينية والعثمانية. كل الاحترام، قناة جميلة، تحياتي للجميع، كل سنة وانتم طيبين، وانتوا اسرتك كريمة طيبة يا ست الكل. عندي قناة عالم الشورتس، يوتيوبر مصطفى من المغرب، قال جامع آيا صوفيا الكبير هو مسجد وموقع ثقافي وتاريخي هام في اسطنبول تركيا، كان سابقا كنيسة وبعدين متحف. عندي قناة فيف ماروك، يوتيوبر مصطفى، الجامع آيا صوفيا أحد أهم المعالم الأثرية في مدينة اسطنبول التركية، يجمع بين العمارة البيزنطية والعثمانية والزخارف المسيحية والإسلامية. عندي قناة مطعمي جنة نونو، برنسيس يوتيوبر مها ملكة القلوب،
قالت تحياتي لك يا برنس البرنسس، عجبتني مقدمة الحلقة جدا، الله يحفظك ويسعدك يا رب. حل الفزورة النهاردة هو جامع آيا صوفيا، ويوجد في اسطنبول العاصمة في تركيا، وتقع بين قارتي آسيا وأوروبا، وتأسس ككاتدرائية بيزنطية عام 537 ميلاديا، وتميز بقبته الضخمة المعلقة في الهواء، وتحولت لمسجد بعد فتح القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح. وكفاية عليك كده يا برنس، ما قلتيش كينج ليه؟ وضحكت، ربنا يدوم ضحكتك يا مها. عندي قناة مروة فتحي بنت عز، يوتيوبر مروة. يعني انت قلت ما شاء الله تبارك الرحمن، سؤال جميل جدا، وقلت جدا واحدة وما قلتيش الحل. بالتوفيق والنجاح. ليه يعني؟ اكيد عشان انت حسيت انك حليتي متأخر، فقلت مفيش داعي، مش هيقول اسمي، اديني قلته. يلا بينا نشوف اللوجو بتاع قناتكم، يلا بينا. وجه ميعادنا دلوقتي مع فزورة النهارده. فزورة النهارده بتقول ان المبنى اتبنى حوالي سنة 1998، ارتفاعه حوالي 452 متر، عبارة عن برجين متصلين بجسر سماوي على ارتفاع كبير. البرجين شكلهم مستوحى من زهرة وطنية شهيرة، في شرفات مراقبة على ارتفاع رهيب، التصميم الهندسي مقاوم للرياح والزلازل، الإضاءة الليلية ساحرة جدا. المكان ده مش بس منظر زي ما قلنا، ده في مكاتب ومول تجاري ومطاعم على ارتفاع رهيب ومساحات للمعارض. أكتر حاجة مدهشة بقى إنه أصبح رمز للتقدم والحداثة في المدينة، ويزوره ملايين الناس. سؤالنا: إيه اسم البرج الضخم أو المعمل الضخم ده اللي أصبح رمز للحداثة في المدينة؟ اكتب إجابتك في التعليقات، والحل هيظهر في حلقة بكرة مع فوازير عم محروس حول العالم. انتظرونا. ما تنسوش اللايك والشير، وحاولوا تشاركوا أصحابكم وحبايبكم في حل الفزورة. أنا عارف إنها سهلة النهاردة. سلام.